يا مساء الخيرات على حضراتكم جميعا. مؤخرا كان في فيديوهات كده منتشرة عن بعض قبائل أو القبائل اللي موجودة في مصر، اللي هي البانتو والفانتو والماساي والحاجات دي. ومش بس ان هم موجودين وبيحتفلوا في قاعات أفراح والكلام ده كله، لا خالص. الناس دي بتقول ان هم ليهم أصول مصرية، طبعا زيهم زي كل اللي موجودين في مصر من أي جنسية بقى. ما كل اللي موجودين في مصر دلوقتي بيقول لك احنا لينا أصول بقى، لينا أصول مصرية، سواء بقى من الجزيرة العربية بس احنا جينا هنا واستوطنا واللي عملنا، سواء مش عارفة ما احنا أساسا كان الهكسوس حكموكوا فاحنا لينا في مصر، السودان ما احنا لينا في مصر، كله ليه في مصر يعني الحقيقة. ففي ناس استغربت جدا، او يعني ان الفيديوهات دي منتشرة بالاعداد البانتو والماساي مين دول؟ انتوا مين يعني؟ ولكن انا حابة بس اوضح حاجة بس بسيطة. يمكن اللي مش متابع الملف ده من زمان مش هيكون شاف الفيديوهات دي قديمة الفيديو ده بقاله فترة يعني. ولكن ممكن اللي بيتابع بقى من يعني اللي متابع من سنة او سنتين يعتبر جديد في الملف ده، لكن من زمان واحنا بنتكلم في المواضيع دي لا الاعداد كبيرة قوي. فحضراتكم دول قبائل البانتو والمانتو والناس اللي موجودة في مصر. مساء المانجا على حضراتكم. طبعا الفيديو ده قديم ولكن الناس متفاجئه بيه، مش عارفه متفاجئه، انا شايفاه بقى لي سنتين فالموضوع ده قديم يعني مش حاجه مستحدثه. طبعا دول قبائل البانتو جايين من زيمبابوي وزيمبابيا. في منهم بيدعي ان ليه اصول مصرية وان هم جم من مصر والكلام ده كله. طبعا قد اصبحت مصر دولة مهجر خلاص، يعني احنا 100 مليون ما كانش مكفي الحقيقة، فبقوا بيستوردوا لنا من كل القارة والقارات المجاورة، عشان يعني مصر طبعا واسعة جدا على 100 مليون. فاحنا قررنا ان احنا نزود طبعا ونقلل خلفة المصريين بس نزود خلفة الضيوف ونفتح لهم الحدود كده. بمناسبة القبائل، شفنا البانتو امبارح، نشوف دول برضو. مساء المانجا على حضراتكم ندوروا. انا قعدت ادور امبارح اشوف ليهم اثر في مصر ولا مفيش، فالاي اي ما جابليش اي حاجه، بس يعني ربنا يستر. بس هم عمالين بيخشوا وبيتسرسبوا، فيعني دول تقريبا كانوا في كينيا، اهو كينيا وتنزانيا. فيعني كله شايف ان هم مصريين واحنا اللي جايين اغراب، فيعني ربنا يعني يستر. الحضارة يعني واكلهم جدا، ويعني لما سابوا مصر عملوا حضارة هناك في تنزانيا وفي كينيا والحاجات دي. فيعني بس مش هتكلم كتير. دي قبيلة واحدة في قاعة واحدة بيحتفلوا بحاجة واحدة. أمال بقية القبائل، أمال بقية اللي ما جوش القاعة من نفس القبيلة، أمال اللي موجودين في بقية المحافظات من نفس القبيلة وبقية، يا لهوي على الأعداد. كل ده أنا مش هسأل عليه الحكومة، هسأل بقى الحكومة على حاجة واحدة. انتوا لسه مش مصدقين ان هم زي ما قالوا لي من 3 سنين لما قالوا لي احنا مش هندخل حرب وابو رماد بتاعتنا، ومش بس ابو رماد وحلايب وشلاتين واسوان، ده احنا هناخد القاهرة ذاته بالتمليك، ومش هنأجر لك ومش هنبيع لك يا مصرية يا حفيدة العرب أو الرومان. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، في مواضيع لما بلاقي ناس محترمة زي زهراء وأماني ربنا يحفظهم يا رب، من الناس المحترمة جدا يعني، أثاروا بعض المواضيع، فبقول خلاص تم إثارة الموضوع. لكن بلاقي برضو في ناس مستغربة، يا جماعة الانتشار مش طبيعي. وأنا النهاردة الحقيقة مش ناوية أتكلم في الناس دي دخلت إزاي وشرعي ومش شرعي، يعني هو في تساؤلات غريبة يعني، او مش عارفة الواحد ممكن بقى يقول عليها ايه. لان الحقيقة الملف ده وصلنا فيه مرحلة اليأس. الواحد حقيقي والله زهق من كتر الكلام فيه. ولكن احنا برضو الاقي فيديو تاني من كفر صقر، ما شاء الله الله اكبر، وصلوا كفر صقر. يعني الاول كنا بنتكلم على الانتشار في القاهرة واسكندرية والمحافظات، يعني المحافظتين يعني اللي هما كانوا الاوسع انتشار فيهم للسودانيين او للسوريين او لا، منتشرين في كفر صقر دلوقتي كمان. صباح الخير، ازيكم حبايب ومروح؟ كيف شايفين الناس اللي بتقول لي دايرين نشوف المنطقه اللي انت ساكنه فيها؟ انا ده كده على الطريق العام، يعني انا طالعه كده ماشيه كفر صقر المدينه اجيب لي طلبات. انا في القريه اللي جوا في المنشيه الجديده. شايفين المكان حوالينا عامل كيف؟ شفتوا الخضره
والماء ده يلا ده اسمه ده هنا بقول له بحر، هو ترعى عندنا في السودان هنا بقول له بحر. الماء والخضره والوجه الحسن انا شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. كنت افرجكم على البلد اللي انا فيها، الناس اللي عايز تشوفها. شوفوا بيجاي كمان ما شاء الله، على يمينك على شمالك الخضره، البيوت السكنيه وسط الاراضي الزراعيه. هنا الحياة كلها طبيعية في طبيعية. اللبن حتى ما شاء الله ما يعني من البهيمة لك مباشرة. الزبدة فلاحي طبيعية، الجبنة كلها حاجات ما مصنعات، عارفين؟ ونلاقي حضراتكم التعليقات بكام بقى؟ ايجار ولا تمليك؟ هتبقى على الاسفلت ولا جوه؟ لا بمليون ومليون ونص تشتري البيت بالارض اللي عليه. انتشار مش طبيعي، انتشار مش طبيعي، في ظل كمان ان احنا مؤخرا كنا بنتكلم على ان في شكوى ان التصاريح الامنيه غاليه والناس عايزه تشوف اهلها والناس عايزه مش عارف الكلام ده كله. وقلنا يعني كل بلد حره في القوانين بتاعتها، كل بلد حره تعمل اللي هي عايزاه، ولكن نلاقي ان في انخفاض سريع في التأشير التصاريح الأمنية في الرسوم والكلام ده كله. وتعالوا بقى وخشوا يلا بينا والحاجات العظيمة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت أفرحكم للناس الدايرة تمشي تعيد مع أهلها وماشية تحضر رمضان. الموافقات الأمنية في حالة هبوط عجيب، يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني لحد العيد الناس حتمشي يعني بإذن الله تعالى. حضروا حاجاتكم. هسه حاليا الموافقة الأمنية السريعة اللي بتطلع خلال 24 ساعة عملت 950 دي سعر الموافقة الأمنية السريعة، وتطلع خلال كم؟ تطلع خلال 24 ساعة، وتقدر تسافر خلال 48 ساعة بعد ما هي تطلع إن شاء الله. من اكتر الاوقات اللي الواحد مش لاقي فيها تعليق ممكن يقولوا على كل اللي بيحصل ده، في حين ان على الناحيه التانية تلاقي ان في ليبيا كانوا موجودين بيتكلموا ان انت يبقى ورقك موجود وان انت ما تسيطرش على السوق، احنا عايزين اللي هو الليبي يبقى في المقدمه، او اللي هو اللي يسيطر على السوق ليبيين مش مصريين. حقكم تماما. اجراءاتكم قبل كل شيء، اقامتكم ما تتحكموش فيه قوت الليبيين. ليبينا انتم جيراننا ومصريين وشقانا، والله اني نحترم فيهم العمال، وما عمري يوم حتى نلقى فيهم في عمل هنا مثلا يزالوا ويصبوا ويديروا في النهايه هذا رقد ريح يخدم ما نصيرش فيه، لكن بيجهزوا نفسهم بيجهزوا اجراءاتهم، ونبي الليبيين يتحكموا في قوتنا. احنا بنقولها فوق. ولكن احنا اتكلمنا كتير في المعامله بالمثل. يعني حضراتكم انا عرضت حاجات كتير جدا على مدار سنين الحقيقه في المواضيع دي، وعرضت برضو الناس المستثمرين اللي هو الاحترام لكل جنسيات الكوكب، الاحترام لكل الجنسيات. بس احنا ما بنطالبش او ما بنهنش حد، احنا كل بنقوله للدوله المصريه المعامله بالمثل. احنا مش عايزين حاجه تانية، المعامله بالمثل. يعني انا النهارده لما الاقي، ومش هذكر جنسيات، ولكن معروف مين اللي فارش وقاعد في خالد بن الوليد في اسكندريه، معروف مين الجنسيه المنتشره في سيدي بشر وجمال عبد الناصر وخالد بن الوليد والمنطقه بقى كده، من وانت جاي من ميامي وانت طالع لحد المعموره، مين الجنسيه المنتشره هناك؟ فين الاستثمارات؟ فارشين وقاعدين في الارض والناس اللي قاعده في اول سوق خالد بن الوليد بالحنه والشاي والحاجات دي. يعني في جنسيتين الحقيقه دلوقتي لما تروح خالد بن الوليد هتلاقي الجنسيتين دول منتشرين جدا. فين المعامله بالمثل؟ ان كان في السودان اللي فيها حرب بيرحلوا لاجئين والسوريين وده بيرحلوهم، وان كان ليبيا اهي بيقول لك ما تسيطرش على السوق والكلام ده كله. احنا مش عايزين كتير، احنا عايزين المعامله بالمثل. ليه الاقي عندي قبائل البنتو والفانتو ايه يعني دول عندهم ايه مشاكل؟ ما احنا عارفين ان افريقيا طول عمرها فيها مشاكل، وافريقيا الحروب اللي فيها مش هتخلص، دول ما بيخلصوش حروب، ده اللي بيصحى بدري بيقوم يحكم، فيهاش اي مشاكل. فالى متى هنفضل كده؟ والاعداد اللي بتخش، وزي ما قالت الاستاذه اماني دول الناس دي قالت احنا يعني هناخد بلدنا اللي هم شايفين انها بلدهم يعني بالتملك ومش هنأجر لك. وده بيحصل في مواقف وفي حالات حصلت ان الملاك من جنسيه احدى الدول ما رضيوش يأجروا للمصريين،
ومش عايزين يشغلوا المصريين. طبعا كل ده متوقف على الرقابة، واتكلمنا على الرقابة، واتكلمنا على المتابعة، واتكلمنا على حاجات كتير. ولكن هو سؤال مهم. انا النهاردة حتى لما جينا اتكلمنا على مش هقول بقى الجنسية، هقول الجنسية مقابل الاستثمار، وطن بديل، قلتوا استثمار. يعني طب هل دول المستثمرين اللي احنا عايزينهم؟ هل الاعداد دي كلها مستثمرة؟ اصل لو الاعداد اللي موجودة في مصر دي كلها مستثمرين وبيدخلوا عملة صعبة والكلام ده كله لمصر، اعتقد ان مصر كانت سددت ديونها كلها. هل الاعداد دي كلها مطلوب انها تبقى موجودة في مصر؟ اعداد كبيرة دي، والنهاردة التملك الموضوع ما بقاش بنتكلم في الاعداد وضغط على الموارد، احنا بنتكلم بقى واللي هي القصة او النقطة اللي تقريبا مش فارقة مع حد خالص، التغير الديموغرافي والتركيبة وشوية شوية تغيير هوية، وقدامك 20-30 سنة وهتلاقي مصر تانية خالص. تعبنا، او يعني الواحد بقى مستثقل، مش على الحكومه لا خالص والله، على حضراتكم والناس اللي بتسمعنا. الواحد بقى مستثقل الكلام، او في ناس بتقول انت مكسوفه تقولي، مش انا مش مكسوفه، انا مستثقله اقول الكلام ده لان انا قلته كتير، فبقيت مشفقه على حضراتكم ان انا اقعد اعيد وازيد في الكلام يعني كتير. واتكلمنا على الدمج، واتكلمنا على ان هو بيتفرض عليا ان انا اسمعك بشكل معين وشو يعني. مؤخرا برضو اتكلمنا على المسلسلات، واتكلمنا على الدراما، واتكلمنا على حاجات كتير. نلاقي برضو في مسلسل فنانة أردنية جاية، المخرج يعني بيقول لها ازاي تتكلم فلاحي. يا فلاحي دي هنا مش إهانة والنبي، بس عشان ما حدش يزعل يعني. تتكلم اللهجة الفلاحي اللي هو مش عارفة قولي لأبوك يوم أعمل لك شاي حاجة كده يعني. مين قال برضو ان كل الناس بتتكلم بالطريقة دي؟ طب هي أردنية عايزها تأدي دور فلاح، طب ما كنت جيبها مصرية. من الاخر قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. ايوه حلوه. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. لا شاي. شاي هي دي. شاي. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. شفتي اللي بالاول قومي فيزي اعملي. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. لازم تقوليها يعني ايه؟ قومي فيزي اعملي لابوكي شاي كده. يعني اسرع. برضه كده. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. قربنا بقى قربنا. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. مش عارف. هي دي الفكرة. والحقيقة برضو مش عايزة أطول على حضراتكم في قصص كتير جدا بقت يومية. ليه بخفض الرسوم بتاعة الموافقات الأمنية؟ الحقيقة برضو بلاقي ناس طالعة بتقول إيه يعني هيدخل فلوس للبلد ولا مش عارفة ايه. طب تمام، احنا بقالنا كتير قوي. البلد اللي انتوا بتتكلموا عليها اللي هم عايزين يخشوا يشوفوا اهلهم عندنا، دول هم نفسهم بيرحلوا لاجئين. دول كتير بقت ترفض. المجر كانت من اول الدول اللي رفضت، قالت مفيش لاجئين يخشوا عندي، وقفلت حدودها وشكرا، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يخبط راسه في حيط. تبعها او جه وراها كل اوروبا، كله بيرحل دلوقتي تحديدا السوريين. ولكن لما تيجي تقول لي عوده طوعيه للسوريين، مين اللي هيرجعوا؟ يعني بالله عليكم سوريين مين اللي هيرجعوا اذا كان قصد والجيش السوري في حلب عمالين يقطعوا في بعض؟ الناس دي طائفية بالغريزة، يعني هم اتولدوا لها نفسهم كده، مش هيبطلوا تقطيع في بعض. فالنهاردة النزوح اللي بيحصل كتير بقى، وبيخلوا أماكن اللي بينهم وبين قصد. طبعا قصد هتبقى مدعومة، ده هيدك في ده وده هيدك في ده، ومش هيبطلوا يا جماعة. والناس اللي بتتكلم على ان المصريين او انتوا مصريين عايزين انا يعني واصلة مش انا بس، يعني ناس كتير واصلين لمرحلة يأس في الموضوع ده. يعني انا شفت تعليق عند الاستاذه هاله سرحان، الاعلاميه المحترمه هاله سرحان، بتتكلم يعني ان الناس اللي خلاص بلدهم يرجعوا بلدكم والكلام ده. كنت بتتكلم عن اللاجئين، فلاقي واحد سوري في تعليق عندها يقول لها قولي لنا بس السوري واخد، انت قاعده في كام متر، قاعده في مصر في كام متر، عشان بس السوري اللي مضايقك في مصر ده نجيب محامي، ندفع له محامي نطلعه عشان مضايقك. انتوا هتحاسبونا في بلدنا بالمتر؟ يعني بجد انتوا هتحاسبونا في بلدنا بالمتر؟ اللي هو انت عندك كام متر كده انت السوري مضايقك فيه، قاعد واخد حته من ارضك. مصر من شرقها لغربها، من جنوبها لشمالها، كل حته في مصر هي في الاخر اراضي للمصريين، بلدنا. اتكلمنا قبل كده في الموضوع بتاع تملك الاجانب والجنسيه، اتكلمنا في حاجات كتير قوي. انا الحقيقه مش ناويه خالص النهارده اطول على حضراتكم، ومكتفيه ان احنا بنحاول نستمر في ملف وصل بينا حاله من حالات الاحباط والياس ان احنا ما بقيناش عايزين نتكلم فيه، ولكن بنتكلم فيه عشان ما يبقاش ملف منسي، ويبقى نخش في مرحله ان احنا اتعودنا وخلاص بقى وسلمنا لكن نتمنى طبعا، وهنفضل نتمنى الامنيه دي من ربنا اولا ومن الدوله المصريه ثانيا، ان احنا نخلص من هذا الملف، يعني يتم تقنينه غير الشرعيين والبنت والفنت الحاجات العظيمه اللي موجوده عندنا دي في مصر. وخلينا نقولها زي ما بنقولها دايما، ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظكم ويسعدكم جميعا يا رب. ارضي وانا حر فيها،
ولا تلومن إلا أنفسكم.